اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صباح الفل، صباح الياسمين، صباح الورد عليكم يا أحلى اخوات في الدنيا. طبعا النهاردة رأس السنة، وقلت كده بقى أتكلم معاكم شوية وأنا قاعدة كده بشرب كوباية الشاي وإيه، ونعيد على بعضينا كده، وتبقى سنة سعيدة عليكم وعلينا وعلى أمة الدنيا كلها. تكون سنة سعيدة على الناس كلها أجمعين، اللي جوه واللي بره، واللي بره مصر واللي جوه مصر. صباحكم زي الورد. المهم، طبعا انا النهارده قاعده كده، لقيت بقى ايه الاولاد بيقولوا لي ايه يا ماما، احنا عايزين ناكل كيكه. قلت لهم كيكه ولا اعمل لكم جاتو تورته يعني وكده والكلام ده؟ قالوا لي لا احنا هناكل كيكه بس. قلت لهم ماشي نعمل كيكه. المهم ايه، انا بقالي دلوقتي كام يوم ما نزلتلكوش فيديو على القناه، فعلا دي حقيقه، لاني والله كان عندي ظروف كده ربنا وحده اللي يعلم بيها يعني. ادعوا لي كده ربنا يفكها يا رب من عنده وطولة ما كل واحد واخد ربنا من كومه، اكيد يعني ربنا ما بيسيبش البني ادم لما بيختار ربنا ان هو ينصره ويقف جنبه. اكيد ان شاء الله ربنا ما بيسيبوش، وانا واخده ربنا من كومي وبقول يا رب الظروف اللي انا فيها دي تعدي على خير. عشان كده انا بقول لكم انا اتاخرت عليكم وايه، وبقالي فعلا 3 ايام ما نزلتش فيديو ولا حاجه. فقلت بقى النهارده بقى اعمل معاكم النهارده راس السنه بقى، نقعد نعمل مع بعض شويه حاجات كده. طبعا اول حاجه اتصلت بناس جنبنا كده في المنطقه وكده، يجيبوا لي لبن وكده. جابوا لي اللبن اهو، طازه طازه، يعني مش قادره اقول لكم اللبن، يعني والله العظيم مش كده يعني. هم بصوا يعني جابوه على طول اهو. فاحنا قلنا بقى النهارده هنعمل كده شويه حاجات مع بعض، إيه يعني، هنقعد كده مع بعض بقى نفنن، نعمل بقى حلويات ونعمل اكل للولاد وكده. وعايزاكم تنزلوا القناه بتاعتي تعملوا شير ولايك يا حلوين، عشان خاطر اختكم شهرزاد. ربنا يخليكم ليا ويدومكم عليا نعمه في حياتي. انا مش طالبه منكم غير ان انتوا يعني تعملوا لايك كده وتقفوا جنبي وتدعوا لي ان ربنا يفك الضيق اللي انا فيه دون. لان بصراحه يعني انا خلاص انا تعبت من كتر اللي انا فيه يعني. قلت اتكلم معاكم شويه ونشرب الشاي مع بعض واحنا كده بنتكلم، وهقول لكم بقى هنعمل ايه. جبنا طبعا الحاجه بتاعتي الحاجات اللي احنا هنعملها وكده. النهارده لقيت واحده صاحبتي بتتصل بيا وبتقول لي ايه انا رحت يعني بتحكي لي على موضوع كده، فانا عايزه اخد رايكم فيه، يعني هل هو ده صح او غلط. بتقول لي انا رحت لواحده يعني جارتها وكده، كانت موديه لها واجب وكده. فهي راحت كانت الجاره دي راحت لها في حاجه كان عندها وادتها 200 جنيه. فهي اما الجاره التانيه دي ولدت قالت عايزه ارد لها الواجب، فراحت خدت لها خاتم دهب وراحت لها. تمام. ف... فطبعا الجاره اللي هي صاحبتي رايحه لها واخده لها الخاتم ورايحه لها، فلقيتها قعدت طبعا شربت الواجب بتاعها اللي هو المغات وكده، وراحت مديها الخاتم الهديه. فلقيتها بتقول لها ايه، انا عايزه ال 200 جنيه اللي انا كنت مديها لك لما جيت لك في الظروف اللي انا دخلت لك فيها. فطبعا صاحبتي اتصدمت، يعني هي بتديكي خاتم تمنه قد كده دلوقتي، تمام، وتقومي انت تساليها في ال 200 جنيه اللي هي كانت كنت رايحه موديها لها. لا طبعا ده اصلا يعني انا من وجهه نظري غلط. فصاحبتي عملت ايه بقى، راحت واخده الخاتم، راحت واخده الخاتم اللي هي كانت جايبه لها وراحت مديها ال 200 جنيه. هي بقى بتحكي لي بتقول لي هل التصرف دون صح ولا غلط؟ قلت لها هقول لك على حاجه، هو ممكن يكون صح،
لان هي احرجتك ومفروض ان انت واخده لها هديه، المفروض يعني ما تقولكيش كده، تمام. فانا برضو حاولت ان انا اقول لها خلاص اسكتي ومعلش ومش عارف ايه، بس انا قلت اقول لكم عشان تبقوا عارفين. يعني في ناس فعلا في الدنيا دي جايه غبيه، يعني غباء كده من الناس. تحسي ان يعني هي واخده لك خاتم وانت بتطالبيها بال 200 جنيه، يعني انت عايزه ال 200 جنيه وعايزه الخاتم. طب ما هي جابت لك واجب احلى من اللي انت كنت موديه لها مثلا. فطبعا احنا هنا بنحكي على ان احنا ايه، المفروض ان احنا صحاب وجيران وبنرضى بقليلنا، ومفيش حد بيقول لحد انا وديت لك ولا جبت لك ولا الكلام ده خالص. و... والمهم بقى انتوا تصلوا لي على النبي وتقولوا لي ايه رايكم في مشكله صاحبتي دي، وتقوليها لي في الكومنتات. علشان انا رحت النهارده جبت اللبن دلوقتي، وانا قلت اتكلم معاكم شويه وانزل الفيديو، وبعد كده بقى ننزل الفيديوهات بقى بتاعتي الحاجات الحلوه اللي انا هعملها وكده. فبالله عليكم تنزلوا تعملوا لي كومنت حلو ولايك، لايك يا حلوين يا حبايب قلب شهرزاد. ربنا يخليكم ليا ويدومكم عليا نعمه يا احلى اخوات في الدنيا. واسفل تاني مره ان انا اتاخرت عليكم، وان شاء الله ما يحصلش اي حاجه تاني واتاخر عليكم. ان شاء الله باذن الله ما يحصلش اي حاجه تاني ومش هتاخر عليكم. ومش هقول لكم تاني صلوا على النبي وانزلوا اعملوا كومنت وشير كده لاختكم شهرزاد، ولايك يا حلوين. واشوفكم على الف خير مع الف الف سلامه. وننزل الفيديو مع بعض في نفس اليوم، يعني انزل ده دلوقتي وهنزل التاني في نفس اليوم. بس حبيت اتكلم معاكم شويه. يلا مع الف سلامه يا حبايب قلبي، مع الف سلامه.